السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. المهم عندي هنا السودانيه. المهم كنت غنحطها في الكونجيلاتور وقلت علاش ما نتشاركاش معكم. انا يعني كاينه اللي كتخلع، كاين اللي كتخلع بالماء، وكاين اللي كنخلعوها كنديروها في الزيت المائده، ولكن انا اغلبيه كنصايبها بهذه الطريقه. كنغسلها مزيان، نشفوها مزيان، وغنديرها في هاد الساشيات وصافي. وكتبقى عندنا حتى عام ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. فاش كتبغي طيبي هكا، فاش كتبغي طيبي كتجبدي داك الحبات اللي انت باغياهم وكترميهم في داك الماء، سواء درتي الفول ولا في الطعام ولا في اي حاجه. من حيت حنايا اصلا معروف علينا ناس ديال تازا، عزيزه علينا السودانيه. ايوا هادشي اللي كاين. كنديرها في هاد الساشيات بحال هكا، كنحتفظ بها في الكونجيلاتور حيت ما كتكونش العام كامله، يعني كتكون غير في هاد الفتره هذه وكتمشي. يعني من الاحسن تشريوها دابا وتخبيوها عندكم، يعني احسن كاع من داك اللي كتخلع في الزيت او لا في الماء. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نديرها في الساشيات وتنشفها مزيان. غادي نشفها مزيان، عاد غادي نديرها في هاد الساشيات هادو كيصلحوا الكونجيلاتور مزيانين. وهادشي اللي كاين. ومهم انا غادي نشفها مزيان ونقادها ونرجع معكم. المهم هنايا فاش نشفت السودانيه صايبتها في البلاستيكات، ما وريتكم ديك المرحله كلشي كيعرفها، وفي نفس الوقت سيبورا تهرست لي ما عنديش، فما كيصلحش ليا كيفاش. خاص ضروري اللي يشد لك وتصور. المهم وهاد المعلومه كاين شي وحدين، يعني كاينين اللي غادي تجيهم باللي هاد المعلومه تافهه، يعني حيت كيعرفوها، وكاين اللي غتجيهم معلومه جديده. المهم حنايا هاد المعلومه عطيناها للناس اللي ما عارفاش. هادشي اللي كاين. المهم فاش تجي غادي نديروها في الكونجيلاتور، وفاش نبغيو غنجبدو غير داكشي اللي باغيين. يعني نجبد داك الحبات حتى نجي نديرها مثلا مع الفول اولا في اي حاجه بغيتها، عاد نجبدها نخشيها نيشان في الكوكوط ولا فاش غتستعملوها. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى يعجبكم. وبسلام عليكم، ونتلاقاكم فيديو جاي ان شاء الله. وتهلاو ليا في راسكم، وشكرا لكم كامل. اي واحد كيدعمني بلايك يا لايك يا ديسلايك، كلشي مزيان. كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، وبسلام عليكم.